بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا شغالين النهاردة في حدادة سقف دور تاني في الموقع اللي انا فيه دلوقتي. لو بصيت كده هتلاقي ان الحداد واقف على البنك هناك اهو. بيعمل ايه؟ بيلف كنات اعمدة. طيب ازاي احنا شغالين في سقف وازاي الحداد اول حاجة بيعملها انه بيلف كنات اعمدة؟ السقف اللي انا فيه دلوقتي فلات سلاب ويز مارجنال بيم، قمر خارجي يعني على الداير، مع قمر على السلم، مع قمر على البلكونات اللي هي الواجهة الجانبية بالكامل من الأول للآخر. اللي حصل إنه إحنا بنصب أعمدة السقف اللي أنا واقف عليه دلوقتي، كنا متفقين إن إحنا هنوقف شغل بعد الأعمدة، فصبينا الأعمدة في منسوب قاعد قمر، الأعمدة اللي هي جاية على القمر يعني. أما الأعمدة اللي جاية على السقف زي العمودين دول صبيناهم في مستوى تطبيق السقف. وطبعا زي ما انتوا عارفين لازم كنات الأعمدة تستمر في منطقة اتصال العمود بالكاميرا، فبالتالي أصبح دلوقتي أنا ما عنديش كنات في الأعمدة في منطقة اتصال العمود بالكاميرا، لأن أنا من البداية ما عملتهاش. طب أنا ليه من البداية ما عملتهاش وأنا بعمل تسليح العمود؟ لأن أنا هوقف شغل فترة، فلو كنت عملتها كانت هتصدي مع الوقت وارجع بعد كده ارميها او اضطر انضفها عشان استخدمها تاني. فاحنا قلنا الاصح ان احنا ما نركبش كنات اللي في منطقه اتصال العمود بالكاميرا، وبعد كده ان شاء الله لما ربنا يكرم ونيجي نشتغل في السقف نعمل كنات اعمده جديده في منطقه اتصال العمود بالكاميرا. طيب هو ليه اصلا بقى كنات الاعمده لازم تستمر في منطقه اتصال العمود بالكاميرا؟ باختصار لمقاومه احمال الزلازل والرياح. الناس اللي عايز تعرف الشرح، منطقة اتصال العمود بالكاميرا بنسميها منطقة بلاستيك هنج، ان هي منطقة صلبة او منطقة ناشفة. لما بتحصل الزلازل والرياح بتحصل حركة افقية، فوجود داخل منطقة اتصال العمود بالكاميرا بيحول المنطقة الناشفة دي لمنطقة مرنة تقدر تتحمل احمال الزلازل والرياح. لازم كانت الأعمدة تستمر في منطقة اتصال العمود بالكاميرا، منطقة اتصال العمود بالسقف، بنفس عدد تكثيف الكنات داخل العمود. بمعنى ان انت لو عندك تكثيف في العمود وليكن مسافة بين الكنات في منطقة التكثيف 10 سنتي، يبقى المسافة بين الكنات في منطقة الكاميرا هتكون 10 سنتي برضه. فالموضوع ده مهم جدا، لازم تخلي بالكم منه، ولازم تكونوا عارفين برضو ان كنات الاعمده بتكون كنات اوتوماتيك مش صندوق. يعني مش عشان دي كاميرا فتعملها كنات صندوق. كنات صندوق ملهاش اي فايده انشائيه. يبقى لازم نعمل كنات، ولازم الكنات تكون زي التصميم اللي هي بتكون كنات اوتوماتيك.